تعرف ازاي حته شوكولاته اقنعت ملايين من الناس انها وجبه مش مجرد شوكولاته؟ الحكايه بدات قبل سنه 2010، وقتها سنيكرز كانت واحده من اشهر الشوكولاتات في العالم، لكن السوق بدا يتغير والمنافسه بقت شرسه، وكل براند تقريبا بقى بيتخانق على نفس الحاجه، مين اطعم، مين شوكولاتته اغنى، ومين هيقنع الناس انه ألذ. ومع مرور الوقت الاعلانات بقت شبه بعضها، والرسائل بقت متكرره، والناس بقت تشوف اغلب انواع الشوكولاتات بنفس الطريقه. ومع الزحمه دي بدات سنيكرز تفقد تميزها، ونمو المبيعات بقى ابطا من اللي الشركه كانت مستنياه. هنا اداره سنيكرز عرفت ان استمرارها بنفس الطريقه مش هيحل المشكله، فكان لازم تلاقي فكره مختلفه. وكانت نقطه البدايه انهم يبطلوا يسالوا السؤال اللي كل المنافسين بيسالوه، بدل ما يسالوا ازاي نخلي سنيكرز اطعم، بداوا يدوروا على هو ليه اصلا الناس بتشتري سنيكرز. بداوا يراقبوا سلوك المشترين، واكتشفوا ان ناس كتيره جدا كانت بتشتري سنيكرز من محطات البنزين، او قبل السفر، او في بريك الشغل، او بعد التمرين. الناس دول ما كانوش بيدوروا على حاجه مسكره، كانوا بيدوروا على حاجه تسد الجوع بسرعه. ومن هنا بدات الفكره، بدل ما نبيع شوكولاته طب ما نبيع حل المشكله. لكن كان فاضل سؤال اصعب، ازاي هنقدر نقنع الناس انه حته الشوكولاته دي ممكن تكون حل للجوع؟ الاجابه جت سنه 2010 في واحده من اغلى المساحات الاعلانيه في العالم، سوبر باول. ملايين الناس قاعده قدام الشاشات، في اعلان مدته ثواني ظهر مجموعه شباب بيلعبوا كره امريكيه، لكن واحد منهم كان بيتصرف بغرابه وبيعطل الفريق كله، ولما اصحابه ادوا له سنيكرز اكلها وفجاه رجع لطبيعته. وهنا ظهرت الجمله اللي غيرت تاريخ البراند بالكامل، انت مش انت وانت جعان. الاعلان انتهى، لكن اللي بدا بعد كده كان اكبر بكتير. الاعلان تصدر تقييمات افضل اعلانات السوبر باول، والناس بدات تردد الجمله في حياتها اليوميه، والحمله خرجت من امريكا واتنفذت في اكتر من 80 دوله، وكل دوله كانت بتقدم نفس الفكره لكن بشخصيات تناسب ثقافتها. والغريب ان الفكره نجحت بنفس القوه في كل الثقافات تقريبا، لانها كانت مبنيه على احساس كل الناس بتجربه، الجوع. وفجاه سنيكرز ما بقتش بتنافس على انها ألذ شوكولاته، بقت بتنافس على اول حاجه تخطر في بالك لما تجوع. وخلال الشهور الاولى ارتفعت المبيعات بشكل ملحوظ، واستمر البراند يحقق نمو لسنوات، وتحولت الحمله لواحده من اشهر الحملات التسويقيه في العالم، ولسه بتدرس لحد النهارده كواحده من انجح عمليات الريبوزيشننج في التاريخ. والدرس اللي لازم نتعلمه هنا انه في البيزنس العميل نادرا ما بيشتري المنتج للمنتج، هو بيشتري الوظيفه اللي المنتج بيحلها. الناس ما كانتش بتشتري سنيكرز علشان الشوكولاته، كانت بتشتريها علشان تسد الجوع. ولما الشركه فهمت الوظيفه الحقيقيه لمنتجها قدرت تعيد بناء البراند بالكامل. وفي البيزنس لما تفهم ليه العميل بيدفع فلوسه في منتجك، هتعرف تبيع نفس المنتج بطريقه مختلفه تماما.